الاهلي واخد 45 دوري والزمالك 14 دوري. هنقول له مبروك حتى السنه دي على ال 15؟ ياه ده انا مش شايفه. ده ال 15 ب 45. انت عارف بطوله دي جديده بس، بطوله الزمالك دي جديده بقى، دي جديده. رمي يا باشا لا ثلاثيه ايه؟ اضربها في ثلاثه. ايوه اضربها في ثلاثه. عبده البقال ده من ضمن الناس اللي خلى النادي الاهلي خد الدوري يمكن 5 6 مرات. تشرب شاي بالياسمين. دي من اعظم وانظف الشركات اللي رجعتها. بسم الله ما شاء الله والله اكبر. دي ناس شرفاء، ناس محترمين. الحاجات اللي المفروض اللاعب يتصل بيها ان يكون عنده ذكاء، امتى يقع بالظبط، امتى حتى لو يمثل الوقوع. يعني مثلا واحد يكون ماشي الكوره وحاسس ان الكوره دي طولت منه فيروح عامل تمثيليه. دي مفيده فرقته، مش عيب. فكنا بنلعب المحله في المحله وكان جاي لي شوقي غريب بيتخض من الانفرادات. فقلت كان جاي لي بره ال 18 فقلت الحقه بره عشان اخوفه. هيخلص منها بسرعه يعني. ففعلا فصدتها بايدي، كان قادر عبد العظيم. فراح مصفر مدي هاند بول والقانون طلع واضح انه طرد. قلعت الجوانتي وخلاص ماشي. فهو الكابتن قادر يفكر شويه يعني ايه الاهلي وجمهوره وشغله وبتاع. فراح مديني كارت اصفر، كنت هبوسه. انا بحبك والله. انا احبك انا. نفوذ حسن حمدي هي لا مش نفوذ حسن حمدي، نفوذ الاهرام. نفوذ الاهرام. طبعا الاهرام ما فيش واحد ما ارتشاش في مصر من اولها لاخرها. ما ارتشاش وما خدش هدايا. اكبر مفسده في مصر النادي الاهلي. اكبر مفسده في مصر النادي الاهلي طبعا. خد شويه تقليه. الحكام على طول اي حاجه الاهلي الحكام على طول اي حاجه الاهلي الحكام على طول اي حاجه الاهلي مش محتاجه حاجه يعني.